وحتى اللعيبه لو قلت لهم احنا خسرانين الشوط الاولاني خسرانين اعتبروا ان احنا خسرانين، انتوا هتبقوا قلقانين ان انتوا يجي فيكم جول، احنا جه فينا جول خلاص. العب بقى براحتك، نفذ اللي انا بقول لك عليه. نادي الزمالك في 3 حاجات انا كنت طالبهم منهم تنفذوا الشوط الثاني بعد الجول كمان كويس قوي، فعشان كده كان لنا الافضليه. لكن الشوط الاولاني في تكاسل، في بقول لحضرتك حاله سرحان، حاله قلق. كمان اعتقد اسلوب لعب نادي الزمالك في الشوط الاولاني واداء اللعيبه هو اللي برضه اللي مشى اللعيبه على نفس الريتم ده. لكن ما فيش شك ان فرقه الزمالك عندها خبرات كبيره، خبرات كويسه، ممكن تحسم المباراه زي ما حصل في اي وقت. عندهم ما كانش سين يجيب جول، صاد ودال وعين عندهم ما شاء الله يعني. اهنيهم وربنا يوفقهم يا رب المرحله اللي جايه. لكن انا مش ناسي هنا الماتش الاولاني بتاع 3-2 كان مستر رياض مش موجود، قلت الزمالك محتاج ماتشات، محتاج مكسب، والاداء هيجي والاستقرار هيجي. الزمالك في الفتره دي محتاج مكسب. اعتقد المكسب اللي الزمالك حققه الفترات اللي فاتت دي عمل استقرار في الفرقه، عمل كمان اللي مش ملتزم في الفرقه بقى ملتزم، لان خلاص الفرقه ما شاء الله ماشيه كويس. فخلاص دلوقتي المرحله اللي جايه مش كل مره نادي الزمالك بالظبط يعني يحط نفسه في موقف ويعدي منه، مش كل مره. فارجو ان دي تبقى اخر مره ويعدوا من المرحله دي، لان اللي جاي اصعب وصعب جدا، وربنا دايما بيحط الانسان في مواقف. اتمنى ان الزمالك يستفاد منها ويفكر فيها، لان نادي الزمالك نادي بطوله زيه زي النادي الاهلي. الجمهور مش عايز اداء كويس على قد دلوقتي، خلاص بقينا كلنا مشتاقين لبطوله. يعني اخر بطوله خدناها 2008 كاس مصر لما كنت موجود، لكن الزمالك كل سنه بطوله بتضيع ونقول السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وما فيش حاجه تتحقق. فاتمنى ان السنه دي يكون اول بطولات للزمالك ان شاء الله في الموسم. شكرا.